أثناء المباراة التي فاز فيها نادي النصر على نادي الشباب ب3-2، تلقى كريستيانو رونالدو موجة من الاستفزاز من مشجعي نادي الشباب، مما جعله يندفع ويقوم بحركات غير أخلاقية في وجههم. تلك الحركة كانت مستفزة للغاية، مما دفع نادي الشباب إلى دفع شكاية رسمية إلى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم. لكنني حقا أحسست بمدى تأثير رونالدو على متابعي كرة القدم في العالم أجمع. هذه ليست أول مرة يقوم فيها كريستيانو رونالدو بمثل هذه الأفعال الغريبة، بل قام بها من قبل أمام الجمهور السعودي وعلى مر جمهور الهلال، ونجده الآن يقوم بنفس الشيء مع نادي الشباب. كريستيانو رونالدو شخصية مشهورة في كرة القدم، بل هو أشهر لاعب كرة القدم على الإطلاق، وهو قدوة للكثيرين، والكثير من مشجعيه لا يتوقعون منه القيام بمثل هذه التصرفات. أرى أنه لم يكن يجب عليه القيام بمثل تلك التصرفات، حتى وإن كانت نتيجة الغضب والاستفزاز. لن أقول أنه كان مظلوما، بل أنا أتساءل: من يدري ما هي العقوبة التي ستطبقها لجنة الانضباط السعودية؟ هل هي عقوبة مالية أم أنها ستمنعه من لعب المباريات؟ أنا لا أعرف. أخبروني أنتم في التعليقات. كنصيحة مني، يجب دائما أخذ الأشياء الجيدة والتعلم منها. أنت كشخص يتطور، عليك دائما تعلم الجيد، لأنه سيفيدك، ويجب عليك دائما أن تحترم الآخرين. لا تسئ فهمي، أنا قلت احترام، وليس الرضا بالذل. هذه هي نهاية الفيديو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة إذا كانت هذه أول مرة تتابع فيها محتوانا. أعانكم الله بالخير والسلام.